عسلامة عسلامة، مرحبا بكم في قناة ميرفي تونالي. اليوم حبيت نصور معكم فلوج اللي هو جاني كولي للدار. طبعا خلصته قبل ما يوصل للدار. في الدار جست خلصت كان حق الكارغو مكتوبة ديجا ديكات كلارير، معناها انتبه قابل للتكسير. نتابعوا مع بعضنا الفيديو حتى الاخر ونشوفوا شنو هالكولي، خاصة اللي هو عاملين فيها عرض. السعر متاعه ب450 ليرة، يعني ما هوش غالي بارابور الأسعار اللي قاعدين يشوفوا فيها توا في تركيا. نار 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 تشعل. فهذاك علاش كي لقيتها فرصة ولقيتها عرض ولت ما فلتش الفرصة وشريت منها. الصفحة هي اللي يبيعوا فيها المنتوج اللي شريته اليوم في على صفحة التيك توك. اللي يحب على اسم الصفحة يكتب لي في التعليقات أو نكتب اسم الصفحة في التعليقات. فوالا نتابع مع بعضنا بشوي بشوي، نخليها لكم سوربريز تشوفوا. طبعا اللي يفهم بالتركي كده راكم فهمتوني، يعني حاجة ما تتكسرش اللي هي شنية يعني حاجة تبع الكوزينة، حاجة تبع المعون. لهنا بصراحة عجبوني كيفاش معناها عاملين اللومبلاج، يعني مسكر بالكدا بالكدا لدرجة اني الكولي بطيت فيه بالحق باش نجمت نحله. قعدت فيه مدة طويلة باش نجمت نحله، خاطر بحكم انه هو مسكر برشا برشا، باش يحافظوا على انه باش ما يتكسرش، يعطيهم الصحة، يعني مهتمين برشا بأمور التغليف. خاطر ساعات فما معناها يغلفوا بطريقة مش باهية وهكاكا توصل الحاجة مكسرة، أما الحمد لله لهنا ما وصلنيش حتى حاجة مكسرة. كما قلت لكم يعني بقيت نحل وبقيت في الحلين وتعبت أصلا في الحلين أظن إنه هنا فهمتوا علاش هو مسكر بالكدا بالكدا، معناها راهي حاجة تابعة الكوزينة كما قلت لكم. نكمل نحل الكولي وبعد نرجعوا مع بعضنا، أما أنتم واصلوا بطبيعة مشاهدة الفيديو. الكاردونة هاني فرغناها صايي، هذوما هما القطع متاعنا اللي باش نحلوهم توا مع بعضنا ونشوفوا عاد شنو ترتتا. شوفوا لي هاك المنظر، شوفوا لي هاك الفيانة، شوفوا لي هاك الدنيا. انا كيف ما تعرفوا نحب القهوة برشا برشا، نحب نشرب القهوة يوميا نشرب القهوة، ومغرومة ياسر بالقهوة، مغرومة ياسر بالديكور بتاع القهوة بالأمور بتاع القهوة. فهذاك علاش أي فناجيل نشوفها خاصة تبدأ فما ما نشريش حاجة هكاكا، يلزم لما تكون فيها عرض وهكاكا نجم نشري. لقيت العرض هدايا كما قلت لكم على صفحة التيك توك، ما فلتوش. الأنواع دي نتاع الفناجيل نتاع اليقطين ما عنديش منها، يعني ما صادفش قبل وشريت منها. كي لقيتها قلت ما نفلتش الفرصة ونشري منها. شوفوا محلاها طبعا زوز فناجيل اليقطين مع الطبق ومع الكيس مع بعضهم ب450 ليرة فقط كعرض، راهو السعر العرض. يعني عبارة ربحتهم خاطر هما رجال الفناجين الجوز كما يقولوا هما، يعني زوز فناجين يتباعوا وحدهم يتباعوا باقي الحسبة، يعني يتباعوا مع بعضهم ب400 بركة. أما كي ضافوا لها الكيس والطبق ولا 450، عبارة ربحتك زدت 50 وربحت الكيس والطبق. محلاهم أكل فناجين ومحلاهم يهبلوا حتى في الحقيقة يهبلوا، مش كان بالإضاءة. الكيزة ده كيف كريستال. بصراحة كل ونلقى عارض كما هكا ما عادش نفلتوا جملة جملة. بالنسبة للألوان نحس روحي محظوظة خاطر الألوان جميلة جدا. اللي في الأبيض والدوري المذهبي والروز والدوري محلاهم خير من اللون اللي يقطين الأصلي الأورانجي. حتى الأورانجي محلاها، ما عجبني الروز أكثر من الأورانجي والبلان. كل مرة هاني نشرب في فنجان، ومرة نشرب في الأبيض، مرة نشرب في الروز، وكهو بحكم إنه راجلي يشرب كان التاي، بحكم تركي الأتراك يحبوا كان التاي،
قليل قليل ونشرب قهوة، هذاك علاش نشري باللازوز فناجيل باش هكاكا ما يبقوش عندي 6 كيف كيف مطيشين، خاطر ديجا عندي أنا 6 للضيوف هاذوكم مخبيتهم مع بعضهم، نجبدهم كيكا يجيني ضيوف يعني باش يبدا أكثر من شخص أو أكثر من شخصين، ولكن في العادة يعني نشرب كان أنا القهوة فهذاك علاش ديما نود روحي كان بالحاجة الباهية والحاجة السمحة. المهم نخليكم ونقولكم اني مازال ما شاركتش في القناة دي، شاركوا وفعلوا الجرس ليصلوا كل جديد، وما تنسونيش من لايكاتكم وتعليقاتكم الجميلة. بسلامة، باي باي.